ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنناقش قضية مهمة تهمنا جميعا، وهي حاصلة في بلادنا، ألا وهي انتشار فاحشة الزنا. ضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور حسن سلمان من داخل الاستوديو، والشيخ عبد العليم إدريس من خارج الاستوديو. وأتمنى مشاهدي الكرام التواصل معكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، وكذلك عبر الواتساب على الرقم الموجود على الشاشة أمامكم 0044 79 47 83 14 17. أسأل الله تعالى أن يجعل في هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يكون هذا اللقاء حجة لنا لا علينا. ولا يخفى على شريف علمكم أن فاحشة الزنا محرمة في الشرائع الثلاثة. جميع الشرائع السماوية حرمت هذه الفاحشة لما فيها من ضرر كبير يعود على المجتمع، ولما فيها أيضا من انتشار أبناء الزنا وأنهم يكونون عالة على المجتمع. لا يخفى على شريف علمكم هذا، ولذلك لن نغوص في هذه القضية كثيرا من حيث التحريم، وإنما سنتكلم عنها من حيث آثارها الجانبية، وهل هي موجودة في بلادنا حقا، وهل هي ظاهرة أم هي مجرد وقوع معصية أو معصيتين. كل ذلك سنناقشه مع ضيفي الكرام، فتابعونا ولا تبخلوا علينا مشاهدي الكرام بآرائكم وكذلك بمقترحاتكم وملاحظاتكم. وإلى اللقاء إلى برنامجنا. نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. شيخ حسن، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين. ما هو مفهوم الفاحشة في القرآن والسنة، حتى نكون مدخل ليكن لنا مدخل على فاحشة الزنا؟ نريد أن نجد أن القرآن الكريم يحدثنا عن الفواحش ويحذرنا منها كثيرا في كثير من الآيات، ومنها ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فما معنى الفاحشة، وما الفرق بينها وبين المعصية؟ ثم يكون هذا مدخل لنا على فاحشة الزنا عياذا بالله. طهر الله بيوتنا وبلادنا وجميع المسلمين من هذه الفاحشة. إليكم الميكروفون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الفواحش هو من أعظم القضايا التي تناولها القرآن الكريم بالتحريم، عند قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكذلك وقل إنما حرم وذروا ظاهر الإثم وباطن إلى غير ذلك. على كل هنالك موضوع الفواحش كما تفضلت حرم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى ما هو المفهوم، ما هو مفهوم الفاحشة، وكيف عرف القرآن الفواحش في كتاب الله سبحانه وتعالى. لغة وشرعا، موضوع الفاحشة هو كل مستقبح في العرف والشرع والفطرة يطلق عليه فاحشة. يعني القضايا المستقبحة في النفس البشرية أو مستقبحة شرعا أو مستقبحة فطرة، هذه يطلق القرآن عليها فاحشة. ولكن هنالك ست معاني سماها القرآن الكريم باسمها بأنها فاحشة. جميل. والفواحش هنا في القرآن من خلال ما لاحظت يطلق الفواحش على القضايا الجنسية غير المشروعة.
العلاقات الجنسية أو الارتباط الجنسي غير المشروع. المحرم. يعني أيوة، ما هو محرم. طيب، ما هو العلاقات الجنسية التي حرمها القرآن الكريم وسماها فاحشة؟ يا سلام. أول معنى في هذه القضايا هو ما ذكرت، الزنا. الزنا وهو علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة، ولكن تأخذ طابع أقرب إلى الجانب العلني لأنه يشترط فيه الشهود الأربعة. تمام. ودليلها قوله تعالى قل إن أيوة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. نعم. لاحظ، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. المعنى الثاني يدخل أيضا في مسمى الفواحش وهو نكاح المحارم، والقرآن بالذات في نكاح المحارم تناول زوجة الأب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إنه كان فاحشة ومقتا وساء. لاحظ، يعني هنا ستلاحظ بأنها هي ينطبق فيها وصف الزنا، ولكنه هنالك وصف زائد وهو أنها كونها زوجة أب. المعنى الثالث هو إتيان الرجال للرجال. وأضف إليها كذلك إتيان النساء للنساء، اللي الآن في واقعنا المعاصر يسمونها المثلية. صلى الله عليه وسلم. كيف أن الله سبحانه وتعالى حرم هذه الظاهرة عند قوم لوط، وقال لوط: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد. فأول قوم والعياذ بالله ظهرت فيهم أن يأتي الرجل في إطار علاقة جنسية كانت مع قوم لوط، وكانت عقوبتها عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا هذه أربعة الآن: عندنا الزنا، عندنا نكاح زوجة الأب، عندنا إتيان الرجال للرجال، إتيان النساء للنساء. عندنا أمرين آخرين مهمات جدا، وهو ما يسمى بالأخدان أو بالسفاح. السفاح هو ما يعرف بالبغاء، أن تكون المرأة تمتهن الفاحشة، يعني هي معلنة عن نفسها أو معلنة عن دارها ويأتيها الناس، وكانت في الجاهلية عموما رايات، لهن رايات. هذه الرايات سماها الله سفاحا، بمعنى هو نكاح علني، علاقات جنسية علنية، الكل يعني يأتي إلى هذا. في شيء آخر أيضا كانت تعرفه العرب اللي هو الأخدان، وللأسف الشديد في بعض مجتمعاتنا خاصة غير المسلمة مسألة الأخدان كثيرة جدا، وهو أن تتخذ المرأة علاقة خفية سرية، ما يسمونه بوي فريند وجيرل فريند تقريبا. هذا أيوة. نعم. هذه كلها الآن هذه الست قضايا سماها القرآن الكريم فواحش، وحرمها ظاهرا وباطنا. يعني الظاهر الآن مثلا أن يكون هنالك زنا علنيا أو فاحشة علنية تمارس بحكم القوانين الآن أو بحكم السلطة السياسية، يكون الأمر ليس حرج، أو يكون هنالك والله لا بالخفاء. ولذلك الإمام الرازي قال عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال أحيانا قد يستحي الإنسان أن يأتيها ظاهرا خوفا من الناس، ولكن الله عز وجل يقول: والله ليست القضية قضية الناس فقط، ولكن التفتوا أيضا إلى أن هذا الأمر محرم أيضا عند في الخفاء، لأن الله سبحانه وتعالى حرم هذا الأمر لذاته. وبالتالي هنا نلاحظ أن المقصود الأسمى من تحريم الفواحش هو حفظ الفروج. يعني أعظم مقصود الله سبحانه وتعالى في موضوع الفواحش أن تكون الفروج محفوظة، وأن تكون الأنساب أيضا محفوظة، وألا يكون الفروج هي عبارة عن كلأ متاح. وفي ذلك طبعا مقاصد عظيمة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. جميل جميل دكتور حسن على هذا البيان. شيخ عبد العليم إدريس، أنتم معنا، الله يحفظكم. طيب الشيخ ما جاهز. طيب نتواصل مع شيخنا الدكتور حسن سلمان. طيب عرفتم معنى الفاحشة دكتور حسن سلمان، وعرفتم هذه الأقسام الستة التي ذكرها القرآن الكريم. الآن سندخل عن انتشار فاحشة الزنا وتكمين. طيب ما معنى الزنا، وما هو الحد الشرعي الذي حده الله تبارك وتعالى فاحشة الزنا؟ هل مثلا دكتور حسن مجرد التقبيل والضم المحرم والخلوة المحرمة تعتبر هذه فاحشة زنا؟ نريد التفصيل في هذا المعنى من باب التذكير فقط، وإلا كثير من الناس يعرفون ما معنى الزنا، لكن أن تدرى الحدود بالشبهات، فمن باب هذا وتوضيحا له نريد فقط كمدخل أيضا للتوضيح على فاحشة الزنا والعياذ بالله. أول الزنا كما ذكرت هي علاقة جنسية غير مشروعة بين رجل وامرأة، وليس بين رجل ورجل. هنا الزنا بالذات هو علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة،
وليس يعني مقدماتها قد تكون التقبيل، قد يكون اللمس، قد يكون الخلوة، إلى غير هذه كلها يمكن أن نسميها مقدمات. لكن ما يسمى زنا هو إيلاج ذكر الرجل في فرج المرأة بشهادة 4. يعني الفاحشة تقع بغض النظر شهد أم لم يشهد، وقعت الفاحشة، وعند الله يسمى هذا فاحشة، ومرتكبه عند الله سبحانه وتعالى ارتكب كبيرة من الكبائر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذن متى ما وقعت هذه الحالة اللي هو يعني إيلاج ذكر الرجل في فرج المرأة فقد وقعت الفاحشة. وقعت الفاحشة وترتبت، سواء أنزل أو لم ينزل، لا ما عنده علاقة، ليس له علاقة. أنزل أو لم ينزل، ما دام أنه أدخل فرجه في امرأة لا تحل له فقد وقعت الفاحشة وترتب عليها الذنب، وترتب عليها كبيرة من الكبائر، وأمره بعد ذلك معلق بالله سبحانه وتعالى، قضية على كل طويل جدا. لكن هي في نهاية المطاف من الكبائر المتوعد بها بمقدماتها كما تفضلت. يعني لها مقدمات، الخلوة مقدمة، القبلة مقدمة، اللمس مقدمة، هذه كلها يمكن أن تكون مقدمات. الخلوة، إطلاق البيت على الشخص، ده كلها يمكن أن تكون من المقدمات، لكن لا تقع الجريمة إلا، وهذه يمكن فصلها الإمام ابن حزم كثيرا، بأن المقصود بالزنا هو إدخال الفرج في الفرج. الله المستعان. نعوذ بالله من ذلك. يترتب بطبيعة الحال بعد ذلك تترتب عليها الأحكام الشرعية المعروفة من عقوبة أخروية، من عقوبة دنيوية، من هذه. طيب نعم. دعنا ندخل شيخ حسن في العقوبات التي تترتب على مرتكبي فاحشة الزنا. طيب الشيخ عبد العليم جاهز معنا؟ حياكم الله شيخ عبد العليم. السلام عليكم شيخ عبد العليم. السلام عليكم شيخ عبد العليم. طيب نعود إليك شيخ عبد العليم مرة أخرى، يعني لا نسمع أي شيء، سنعود إليك إن شاء الله. شيخ حسن، فاحشة الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، نريد أن تذكرونا وتذكروا المشاهدين بعقوبة هذه الفاحشة في الدنيا والآخرة، وكذلك سنتطرق فيما يتعلق بالحد الشرعي، لكن عقوبتها في الدنيا لمن ارتكبها ما هي؟ أول من حيث العقوبات تتفاوت، فيها عقوبات أخروية وفيها عقوبات دنيوية، فيها عقوبات حدية، فيها عقوبات تعزيرية. لكن أنا أذكر ابتداء على أن مسألة الفاحشة بشكل عام هي علينا أن نستحضر فيها العقوبات الأخروية أكثر بكثير مما نستحضر فيها العقوبات الدنيوية، لأن كثير من الناس قد يقع سبحان الله في الأمر ولكنه يستره الله سبحانه وتعالى، ويظن بأن ستر الله سبحانه وتعالى عليه خلاص يعني يحق له بعد ذلك أن يتمادى. لكن هنالك قضايا ستلاحق هذا الإنسان من حيث العقوبات القدرية. فنحن ابتداء علينا أن ندرك بأن الله سبحانه وتعالى قد توعد مرتكبي الفواحش ومرتكب الزنا على وجه التحديد بأنه مرتكب لكبيرة من الكبائر ويستحق عليها النار، يستحق عليها النار، وتوعد الله سبحانه وتعالى بذلك وأنزل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تأتي أحيانا في بعض النصوص ما بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى، يعني خصوصا أن تزني بحليلة جارك، هذه ليست كزنا عادي، جعلها الله سبحانه وتعالى بعد الإشراك بالله. أي الذنب أعظم؟ قال أن تشرك بالله، قال ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك. فهنا لأنه فيها أمرين، وهو والعياذ بالله انتهاك حرمة الجار وانتهاك أيضا فترتب الأمر هنا ارتقت إلى مستوى أن تكون بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهذه طبعا سبحان الله يعني يحمي الله سبحانه وتعالى بها الناس في قضية إنه الله أن يأمن الناس على بيوتهم وعلى أعراضهم وعلى جيرانهم من خلال هذا الأمر، كيف أن الله سبحانه يعظم الذنب الذي تكون فيه انتهاك لأكثر من حالة وانتهاك لأكثر من خصوصية في هذا الموضوع. فهذا هو الجانب. الجانب الثاني العقوبات الدنيوية. أعظم العقوبات الدنيوية بالنسبة لموضوع الزنا هو إذا كان الشخص محصن أو غير محصن، لا بد من التفصيل. فإن كان الشخص محصن بمعنى أنه سبق له الزواج بعقد صحيح حتى ولو اليوم واحد، سواء طلق أو لم يطلق، هذه مش عقد وصار محصنا. هذه المسألة تترتب عليها إذا جاء بعد ذلك بفاحشة الزنا فإنه يترتب عليه عقوبة الرجم.
وهو أن يقتل عن طريق الرجم بالحجارة. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان غير محصن، يعني كان واحد من الشباب، أو بمعنى شخص لم يسبق له الزواج، شاب أو غير شاب لم يسبق له الزواج ولم يسمى محصنا عند الله سبحانه وتعالى، فهنا أثبت الله سبحانه وتعالى في كتابه له الجلد 100 جلدة، ويمكن أن يكون معها عملية التغريب. جميل. طيب بالنسبة لعقوبة مرتكبي فاحش الزنا والعياذ بالله في الآخرة، هل هناك وردت نصوص محددة في مرتكبي فاحشة الزنا؟ هي على كل فيها، يعني في يوم المعراج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدد من الأوصاف لأصحاب الربا، لأصحاب النميمة، لأصحاب الفواحش، ففيها على أشكال من أيوة. العقوبات. ومر على قوم، نعم نعم، على قوم يعذبون في تور، نعم، فإذا معلقين، طبعا الرجال معلقين بأقدامهم والنساء معلقين بأثدائهن، نعم، فيخرج من فروجهن والعياذ بالله بعض السوائل الكريهة، نعم، وهي تكون طعاما لهم أيضا. فإذا اشتد اللهيب من تحت أرجلهن أو من تحت ضوضوا يعني ارتفعت أصواتهم. هذا بعض العلماء شيخنا، يعني ولا يخفى على شريف علمكم، ذكروا أن هذا يكون في فترة القبر، نعم، قبل قيام الساعة. نعم. فإذا كان هذا هو حالهم، أن النار تأتي إليهم ويصرخون في قبورهم، نعم، ويكون وضعهم صعب، فكيف إذا كان العقوبة يوم القيامة؟ نعم. هي على كل مسألة عظيمة جدا، مسألة انتهاك الفروج وحرماتها وما يترتب على ذلك. لكن دعني أضيف مسألة مهمة جدا في العقوبات. نحن الآن ذكرنا بأن هنالك عقوبات أخروية تبدأ من عذاب القبر إلى أن نصل إلى والعياذ بالله إلى العذاب الأخروي عند الله سبحانه وتعالى. ولكن وذكرنا العقوبة الدنيوية، وإن لم يستر الإنسان الله سبحانه وتعالى ولم يحصل أن ينال عقوبته في الدنيا، هنالك مسألة مهمة جدا تخفى على كثير من الناس، وهو العقوبات القدرية الخفية. نعم. العقوبات القدرية الخفية للأسف الشديد هذه لم يلتفت لها كثير من الناس، خصوصا في ظل الحالة المادية الطاغية، عدم استحضار الغيب، عدم استحضار أفعال الله في العباد، عدم استحضار عذاب الله الخفي على عباده. فهنالك بالذات موضوع الزنا والفواحش نص النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة خاصة في حديثه الذي يقول فيه: يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. لاحظ الآن قضايا الأمراض، الإيدز، الزهري، هذه كلها تفشو في المجتمعات التي تكثر فيها ظواهر. وهل هذا عندنا في إريتريا يا شيخنا؟ على كل حال الظاهرة موجودة، الأمراض أيضا موجودة، بس نحن على كل حال نعم سنعود نتحدث عن ظاهرة فاحشة الزنا. هل هي موجودة في بلادنا؟ وهل هي مقننة؟ هل تحمى من النظام أو لا تحمى؟ كيف يواجه المسلمون هذه الفاحشة هناك؟ ما هو سنعود إليك دكتور حسن إن شاء الله. شيخ عبد العليم سلام الله عليك، إن شاء الله أنت معنا الآن. لا نسمع صوتنا يا شباب، نرى وجه الشيخ ولا نسمع صوته. يكون قافل اللي هنا حقه. لا نسمع الصوت يا أحبة. طيب شيخ عبد العليم، نرى صوتك ولا نرى وجهك الكريم ولا نسمع صوتك. الله المستعان. على كل حال نحن في شوق إلى سماع مداخلاتك، لعل الإخوة يصلحون في الكنترول التواصل معك، ثم نعود إليك حفظك الله. طيب مشاهدينا الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب،
إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن القول والعمل. دكتور حسن، لا زال الحديث متواصلا بشأن فاحشة الزنا والعياذ بالله، وأنها جريمة كبيرة ومحرمة في الشرائع الثلاثة. الآن نحن سنتطرق على هذه الفاحشة من حيث تواجدها في بلادنا، وكيف ممكن أن نحد منها قدر المستطاع. هل فاحشة الزنا تعتبر في بلادنا إريتريا ظاهرة أم هي عارضة؟ هذه واحدة، السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني مع الأسف كثير من أخواتنا أنجبن من النصارى سفاحا وكفاحا، وهل هذا يعتبر عقوبة لنا؟ لأن في فترة العهد الإيطالي والبريطاني كثير أيضا من النصرانيات أنجبن من المسلمين كذلك سفاحا وليس شرعا. هل يعني إن الله يمهل ولا يهمل تحقق هذا فينا فنزلت علينا العقوبة؟ كانت المرأة المسلمة في فترة العهد الإيطالي والبريطاني محترمة ومقدرة تصان. اليوم المرأة الإريترية مع الأسف وقعت في كثير مما يخدش حياءها، ووقعت أيضا وابتليت في كثير من الأمور. لذلك نحن هنا نذكر بالله سبحانه وتعالى، ونذكر بشعبنا ما الذي حدث لنا، لماذا انتهكت أعراضنا، لماذا حصل في أعراضنا اختلاط نسب. نعم. فتجد أن السؤال حقيقة هذه شقين، لكن نأخذه ونتناوله فقرة فقرة. الفقرة الأولى: هل فاحشة الزنا منتشرة في بلادنا؟ وهل هي مقننة؟ وكيف ممكن نتجنبها؟ نعم. دعني أقول بأن موضوع العفة والطهر والحفاظ على الفروج في فترات سابقة كان ظاهرة عامة، ويكاد يكون كل المجتمع الإريتري المسلم وغير المسلم الأصل فيه كان أن العفة والطهر والمحافظة، وخاصة في القرى والأرياف. هذه المسألة تاريخيا كانت هكذا، يعني لم تكن فقط للمسلمين، حتى غير المسلمين كانوا قضية الأعراض بالنسبة لهم أيضا مصونة. ومن يمارس هذه الحالة كان يعني يلجأ إلى المدن أو يذهب إلى المواقع اللي فيها الاحتلال وكذا، وبدأت تقريبا هذه المسألة مع الاحتلال الإيطالي والبريطاني وأنت ماشي. لكن في البداية كان المجتمع إلى حد كبير محافظ. يعني للأسف الشديد نقول قبل العهد الإيطالي كان هذا الكلام الذي تقوله؟ نعم، قبل العهد الإيطالي كان المجتمع محافظ، وكان الكل حريص على قضية الأعراض والغيرة، باعتبار حقيقة خلفيات المجتمع كانت محافظة، بغض النظر كان الإنسان دوافعه دينية أم كانت دوافعه عرفية ومنطلقة من العادات والتقاليد. المهم كان في محافظة في هذا الجانب. جاءت بعد ذلك طبعا عملية الاحتلال، وبدأت تظهر هذه الظواهر، باعتبار أيضا الاحتلال بشكل عام، الاحتلال الغربي كان يساهم في هذه الأمور نظرا لحالة الجنود اللي هم موجودين خارج بلادهم وكذا، فيسهلون هذا الوضع. وللأسف الشديد خرجت بعض المجموعات ودخلنا في ظاهرة البغاء المكشوف والمعروف. هذه الظاهرة للأسف الشديد تطورت مع الاحتلال الذي جاء بعده. فالحالة في الاحتلال الأثيوبي لم تكن أيضا مختلفة عن الوضع، لأن عموم الحالة في أثيوبيا طبعا معروفة، قضية الظاهرة هذه بشكل يمكن أكثر انتشارا مما كان عليه في المجتمع الإريتري، فتوسعت الحالة وانتشرت بشكل أكبر. جاءت حالة ثالثة، وهذه أيضا لا بد من أن نشير إليها، وهي الثورة الإريترية وطريقة تعاملها مع العلاقات الجنسية بين الثوار. هنا دعني أقول الزواج تحديدا، طريقة فهمهم للزواج لم تكن بالنسبة لنا على الأقل الطريقة الشرعية التي نسميها هذه علاقة زواج شرعي. يعني أنه والله ما يسمى بالزواج المدني عندنا في الشريعة ليس زواج. الزواج له شروط وله ضوابط وله أصول حتى يسمى بعد ذلك زواج وتترتب عليه الآثار. لكن أن تكون في بنت مناضلة وتذهب وترتبط مع واحد من المناضلين ويطلق الرصاص في الهواء ويقال بأنه تم الزواج، ليس زواج.
هي زنا مقنن على كل، أو يوجد له قطاع ثوري، لكن في حقيقته هذه زادت طبعا بطبيعة الحال من إيه؟ من العلاقة التي نسميها نحن في ديننا بأنها زنا. هذه ترتبت عليها آثار كبيرة جدا وخطيرة، وهو وجود الأبناء غير الشرعيين وكذا، ترتبت على هذه الحال. حتى لو استمرت العلاقة ما بين وربما تكون أحيانا ما بين مسلمة وغير مسلمة، هذه كمان تزيد الحرمة أكثر وأكثر. فانتشرت جاء بعد ذلك النظام العام اللي الآن تقريبا نحن فيه، من النظام الوطني خلال 30 سنة الماضية، لم يتعامل مع هذه الظاهرة بأنها ظاهرة مجتمعية يجب محاربتها. لم يتعامل معها بهذا الشكل، تعامل معها بشكل رسمي وبشكل مقنن، واستخراج بطاقات وفرض ضرائب، واعتبرها جزء من قضايا الدخل القومي في البلاد. وهنا طبعا كارثة كبيرة جدا. حتى لما أراد أن يتعامل مع آثار الظاهرة اللي هي قضية ظاهرة الزنا والفواحش، تترتب عليها آثار مرضية، تعامل صحيح ويشهد له بذلك، تعامل بشكل صحي فيما يتعلق بالآثار. وزع الكندوم وتعامل مع المسألة فقط في أنه والله بس الجان، لكن لم ينظر إليها بأنها هي في أساسها انتهاك لكرامة الإنسان، وانتهاك بشكل أخص لكرامة المرأة، لأنه حول المرأة إلى سلعة. وهذه مسألة نحن بالنسبة لنا نتناولها ليست فقط من زاوية حفظ الفروج فقط، ولكن أن تتحول المرأة إلى أن تبيع جسدها وتأخذ على هذا الموضوع يعني أجر. هذا للأسف الشديد انتهاك. طيب شيخ حسن، لا شك ليس بعد الكفر من ذنب. نعم. إذا كان النظام كافر والعياذ بالله فهو يرتكب كل الفواحش ويفعل ما يفعل. ولكن الكلام على المسلم والمسلمة التي والعياذ بالله ربما تحمل سفاحا وتحتمي بهذا النظام، تحتمي، أو يأتي الرجل فبناء على هذه القوانين المسموح بها من حماية رايات الزنا وحماية المرأة وإلى ذلك، استخدامها، ما حكم هؤلاء الذين فعلا يعني يستخدمون قوانين الدولة ويرتكبون هذه الفواحش؟ هنا الكلام. على كل نوع المسلم غير معذور بأي شكل من الأشكال في موضوع فاحشة الزنا مطلقا، يعني حتى قضية ليس فيها ضرورات، يعني موضوع الضرورات لا يدخل معنا في قضية الفواحش هذه، سواء كان الزنا أو اللواط، ليس فيها أي مجال لأنك أنت تتساهل في ارتكاب هذه الفاحشة. يعني أنا يمكن لما تناولت هذا الموضوع أردت أن أقول بأن هل الظاهرة فعلا مقننة ومحمية ولها إطارها العام؟ فعلا مقننة ومحمية ولها إطارها العام، وخصوصا هنا ألفت النظر إلى عندما تدخل إلى المؤسسة العسكرية. طيب جميل جدا شيخ حسن. شيخ عبد العليم، لعلك جاهز الآن؟ الحمد لله، لعله يكون يعني مسموع الصوت له. شيخ عبد العليم. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حياك الله. حياك الله بالشيخ دكتور حسن وضيفك، وحياك الله أنت كذلك. الله يجزي خير حبيبنا الشيخ عبد العليم. أنت استمعت أكيد إلى كلام الدكتور حسن بما يتعلق بانتشار فاحشة الزنا والعياذ بالله في بلادنا، وموقف ما ينبغي على الموقف وجود ارتكاب هذه الفاحشة من بعض إخواننا المسلمين وأخواتنا، غفر الله للجميع وهدانا وإياهم إلى الخير. السؤال الذي وجهه لك شيخ عبد العليم، بما أن النظام يحمي هذه الأمور ويعني يسعى إلى نشرها والعياذ بالله لإفساد المجتمع بلا شك، في وجهة نظرك ما هو توجيهك للشعب؟ كيف ممكن يعني يحد من انتشار هذه الفاحشة في وسط المسلمين على الأقل؟ كيف ممكن؟ ما هي توجيهكم وما هي نصائحكم في مثل هذه، خصوصا حينما يكون هذا الموضوع منتشر غاية الانتشار ومحمي أيضا؟ نعم. الله المستعان. طبعا ذكر الشيخ الدكتور حسن سلمان بارك الله فيه على خلفية التاريخية وأنواع الزواج وغيرها، لكن الأعراف والمصطلحات كلها تغيرت حاليا مع هذا النظام للأسف الشديد، والذي يسميه في الشريعة الإسلامية المخادنة. ارفع الصوت قليلا يا شباب عشان نستمع. نعم استمر شيخ عبد العليم. المخادنة التي معروفة عن الزواج الذي موجود في هذا الحكم الجائر، الذي جعل المرأة تخرج عن طوع أبويها وتخرج عن طوع عاداتها وتقاليدها، وجعل تتمرد هو السمة الظاهرة سواء كان للأولاد أو للبنات يعني.
وهذا جعل الفاحشة تنتشر. فلو قويت المجتمعات المدنية أو المؤسسات الدينية أو المؤسسات الدعوية ونشطت في أوساط المسلمين لتحد من هذا، ولكن كحكومة يجب عليها يعني أن تبدل نظرتها للمجتمع على وجه العموم سواء كان مسلمه وكافره، أن يتجنب هذه الآثار التي تترتب عليها من أمراض صحية بدنية وكذلك أمراض اقتصادية وغيرها ونفسية. كثير من الأمور هذه كلها يجب عليهم يعني المجتمع المدني يتحرك، يعني كمسلمين يتاح لهم فرصة أقل شيء يحافظوا على دينهم وأعراضهم. طيب جميل شيخ عبد العليم، الحقيقة يعني مع الأسف في بعض مجتمعاتنا نجد أن إذا وقعت المرأة في فاحشة، وقع الرجل في فاحشة الزنا وحصل سفاح، يأتون الناس ويقولون استروهم استروهم، ويتم تزويج الرجل بالمرأة المزني بها أحيانا بعد أن تنجب من حمل السفاح، وأحيانا في أثناء الحمل أيضا. لا ترى أن هذا هو تهوين أو تسهيل المعصية، وأنها مجرد معصية حصلت يعني يهونون هذه المسألة وبالتالي يكون أدعى للاستمرار؟ ألا ترى هذا؟ أضيف عليها أيضا أنه أيضا بعض النساء والعياذ بالله بحكم الاتكاء على النظام تذهب وتتزوج نصراني مسيحي لا يحل لها وتعمل احتفال لهذا، وربما أيضا أهلها يوافقون على ذلك. المجتمع إذا وافق على هذا وحضر الزواج وبارك والعياذ بالله على هذه الفاحشة والفاحشة المنكرة، يعني الحمد لله شعبنا لا يوافق على هذا، ولكن بعض الأسر وبعض الآباء يقرون مثل هذا. لذلك أريد التوجيه في المسألتين. المسألة الأولى اللي تذكر فيها أنه اللي يحصل أولا المجتمع أو الأغلب عدم فهمهم لحكم الشرعي لما بعد حصول هذا الشيء سواء كان حمل أو وضع الابن، يعني ما هو حكم الشرعي. لجهلهم يحاولون أن يلموا هذا الموضوع بقدر ما أمكن يعني. فهذا طبعا يعني نابع عن جهل الحكم الشرعي ما يترتب عليه كيف يكون الزواج بعد ما وقع السفاح، وكذلك كيف يكون الابن من حيث الحكم الشرعي وراثة وغيره. كل هذا بسبب جهلهم يحاولون يسترون، لكن يعني يسترون الأمر لأنه هذا شيء فيهم جزء من الإيمان يجعلهم يتأنبون ضميريا، يحاولون يرقعون هذا الشيء وإن كان الخرق أكبر يعني. فلكن من هذا النابعين، فيحتاج الشعب نفسه تعليمه وحكم الشرعي بعد ما وقع، متى يجب عليهم أن يتزوجوا ومتى ما يجب عليهم أن لا يتزوج. هذا كله يجب على الدعاة والمصلحين أن يبينوا حكم الشرعي أن لا يتم الزواج. لا أنا لا أتكلم من هذه الزاوية شيخ عبد العليم، أنا لا أتكلم من زاوية الحكم الشرعي، أنا أتكلم من زاوية تسهيل الأمر وأخذه بالأمر الطبيعي. خلاص حصل الزنا، أيوة سترهم هكذا يقال، استروهم ومشوا الأمور، وهكذا تتكرر الفاحشة مرة أخرى في بيت آخر والعياذ بالله، وثالث ورابع، دون أن يكون هناك رادع، دون أن يكون هناك نصيحة، دون أن يقوم الشماغلة بالحد من هذه المسألة، وأن تقام عليها اجتماعات ومؤتمرات والتحذير والتخويف بالله سبحانه وتعالى. لا يوجد مثل هذا. حصلت فاحشة يلا سترهم انتهينا. أنا أتكلم عن هذه المسألة. هو طبعا الشعب مثل ما قلت لك يعني هو مغيب عن هذا الأمر يعني بحكم الشرعي، سواء كان حكم الشرعي سواء كان فعل الناس لهذا الشيء. فعل الناس لهذا الشيء يعني يحاولون يسترون العار الذي جاءهم وراء الزنا. المسلمين أنفسهم يعني لا يعتقدون هذا الشيء هو الصحيح، ولكن يحاولون يسترون فقط أن يتستروا بهذا الفعل أنها تم الزواج، يعني أصبحت الزوجة. هناك في ضعف في الغيرة يا شيخ عبد العليم، هناك في ضعف الغيرة. قديما كما ذكر الشيخ حسن كانت الغيرة قوية جدا، وكان من يحصل مثل هذا أحيانا يأتي من أهالي من أولياء المرأة فيقتل المرأة فورا. أنا لا أدعو إلى القتل أبدا، وهذا منكر وحرام، ولكن انظر إلى حرارة الغيرة. لا يحق للرجل أن يقتل موليته لأنها زنت أبدا، في الشرع محرم.
ولكن انظر إلى هذه الحرارة. في المقابل أيضا هناك في برودة، لمجرد أنها موليته والعياذ بالله وقعت في الزنا وحملت، ليس هناك حرارة داخلية حقيقة تحد من هذا الموضوع، مجرد تترهم. هذه مشكلة كبيرة. ولا كيف يا عبد العليم؟ والله هم يعني الناس يعني سلبوا الغيرة بالأنظمة التي ذكرها الشيخ حسن جزاه الله خير، والحكومة وتشجيعها وتقنينها لهذه الأمور، سلبت منهم الغيرة ولا يستطيع أن يتحرك. ناهيك أن يقول لا، يعني تتزوج واحدة بالكافر يسمونه الزواج وهو ليس بالزواج، ومع ذلك لا يستطيع الأب أن يقف، أن يقول لا، بل من وقفوا قد دخلوا في السجن. توجد عند المسلمين الغيرة موجودة، ولكن النظام هو الذي كبتها. النظام يحاول دائما أن يبعد مسألة الغيرة، مسألة الأعراض، مسألة الشرف عن واقع الحياة المسلمين على وجه العموم، وحتى عن الكفار يعني. فبالتالي الغيرة موجودة، لكن النظام هو الذي أصبح كثير من الإريتريين من المسلمين من يقع في هذا. لماذا نحن نتهم النظام ونحن أساسا قبل أن يقوم النظام واقعين في هذا إلا من رحم الله؟ لا نجعل الموضوع نعلقه على النظام، والشعب أصلا واقع. لو تاب الشعب واستغفر وابتعد عن هذه الأمور ما كان سيجد أحدا الرايات المنصبة لمثل هذه. من الذي يدخلها؟ البارات من الذي يدخلها؟ الخمر من الذي يشتريها؟ نحن الإريتريين، نحن المسلمين الذين نشتري. النظام لا يأتي بالسيف يقول لك اذهب افعل الزنا أو اذهب الخمر اشرب الخمر اشرب كذا، لكن طوعية الشباب هم الذين يذهبون، وشاباتنا وبناتنا. من الذي حينما يقيم النظام حفلات، من الذي يحضر هذه الحفلات؟ من الذي يجبر إخراج النساء والأخوات والبنات من بيوتهن؟ لا أحد يجبرهن، لكن مجرد احتفال واللبس والتزين كأنها تذهب إلى عرس. كل هذا مننا وفينا شيخ عبد العليم، ولا أنا غلطان؟ لا، فينا نحن تقصير يوجد، لكن الوازع الديني حرب منذ 40-50 عاما. نشأ جيل أو جيلين أو 3 أجيال الآن وهو بعيد عن هذه الأمور. الوازع الديني بعيد موجود للأسف الشديد، كما ذكر الدكتور حسن. طيب شيخ عبد العليم، قد تكون في القرى ممتاز يعني سنستغل وجود الصوت. نريد منك توجيه الشعب. ما هو توجيهكم للشعب عبر النقاط تسردها لنا حتى يستفيد؟ أولا أن نرجع إلى دين ربنا، وأن نرجع إلى إسلامنا وعن عادات وتقاليد الآباء التي كانت موجودة عندنا، أن نحاول نعيد الناس ونحاول نذكرهم بالله تعالى، وأن هذا الشيء يعني من أكبر الفواحش، من أكبر الجرائم التي ترتكب في الإنسانية، سواء كان في حق المرأة سواء كان في حق الطفل يعني. فليست مسألة نزوة شهوة إنسان يقضيها ويذهب ويترتب عليها آثار، يأتون أولاد ويأتي أمراض. فلذلك علينا أن نرجع إلى الله تعالى حق العودة، ونرجع كذلك إلى ما ورثناه من عاداتنا وتقاليدنا من الشرف ومن العروض، يعني محافظة على الفروج، وكذلك أن ترجع إلى الحلقات التي كانت الناس توعيها في هذا من زمان. يعني قبل أيام هايلة السلاسة الناس ما كانت عندها، يعني بالأخص في المدن نحن نتكلم، يعني ما كان عندها مجال تذهب لتتعلم إلا من هو غير أبوه يرسله بجانب مشاغل الدراسة وغيرها التي كانت موجودة. الآن هذه كلها تغيبت، الناس ما عندها شيء يوجهها للدين. فإذا لم يرجع الشخص بنفسه أو الأبوين لم يحرصا، يعني وإن كانت أنا أصلا قنوات قليلة الحمد لله مثل سلام تي في الآن تدخل، ولكن أو أفريكان تي في تدخل، لكن غيرهم لا يوجد وسائل الآن للناس. كثير من الناس يتصلون يقول ما عندنا شيء نسمع إلا عبر هذه القناتين فقط. إذا أنت تخيل، يعني ليس كل واحد عنده كذلك وصول إلى هذا. فالوازع الديني إنماءه وتربية الناس على هذا من جديد يحتاج لك التربية، وتأخذ زمن طويل كذلك. فما بنوه هؤلاء سنين لا نستطيع أن نغيره في يوم واحد وليلة واحدة، ولكن علينا أن نقول للناس ارجعوا إلى الله تعالى، كونوا مسلمين كما يعني أراد الله جل جلاله، ادخلوا في السلم كافة. يعني علينا أن نأخذ الإسلام بكامله، لا جزء نطبق وجزء يعني الغيرة إذا هو من جانبي أو من قريبي أو من قريبتي فنتهاون، وإنما يكون عند الآخرين يعني لساننا يطول. هذا كله يحتاج لنا تغيير فيه. بارك الله فيك. شكرا شيخ عبد العليم، ابقى معنا. بارك الله فيك. دكتور حسن، حدثنا عن منظمة سيدواء.
سيداو مصدر السيداو. سيداو، أنا قلت سيدة وهي سيداو. على كل، أولا أؤكد على ما ذكرت في أن موضوع الفواحش الإسلام طبعا حرص على أنه ننهج فيه منهج السلطان الإيماني وننهج فيه الوازع السلطاني. يعني نحتاج إلى أن نعزز فكرة الإيمان، الرقابة الإلهية، التربية، كذا، ولكن نعم، علينا أيضا أن نعزز الفكرة السلطانية. والفكرة السلطانية ليست فقط هي الحكم، يعني بدءا من سلطة الأبوين، نعم، سلطة الأسرة، سلطة كذا، يعني هذه لابد أن تظهر. يعني خلاص أفرض أن المجتمع والله سلط الله عليه سلطة تريد أن يكون له فواحش. الإسلام وحتى الأنظمة الوضعية الآن أتاحت للناس هنالك مساحات من السلطة. عندك سلطة على زوجتك، عندك سلطة على بنتك، عندك سلطة على ولدك، عندك القبيلة عندها سلطة أحيانا على حاضنتها الاجتماعية. هذه الجوانب لابد من تعزيزها، حتى كما تفضلت لا نترك أمرنا خلاص والله السلطة تريدنا أن نتفسخ فيقبل كل الناس والله. هذه لا بد إن شاء الله من الأمر، لكن بإذن الله. خلينا نفصل في هذا يا شيخ. نعم. إذا كان ما الواجب على الأب وما الواجب على الأم تجاه أبنائهم؟ أول الواجبات ابتداء هو طبعا بتبدأ معك من قصة الاختيار الأول للزوجين في أنه والله يكون البيت أصلا ذكرنا سريعا لو نسردها سردا. مثلا ابتداء أن يكون والله البيت يتأسس في البداية فمن أسس بنيانه على تقوى من الله، وهو اختيار الزوجة الصالحة التي تقوم معك على جميل. التربية للأبناء. النقطة الثانية من اللحظة التي أنت رزقت فيها الأبناء أحرص على غرس القيم الأساسية في هؤلاء الأبناء، تعليمهم الحلال، تعليمهم الحرام، ما هو معنى الصراط المستقيم، ما هي القضايا التي تدخلك في الصراط، ما هي تخرجك من الصراط. هذه مسألة مهمة جدا. طيب إذا كان الرجل نفسه منحرف؟ هذه كارثة طبعا. إذا كان رب البيت للدف ضارب فما شيمة أهل البيت إلا. وإذا كانت المرأة الأم نفسها متبرجة؟ يعني هذه واحدة من إشكالاتنا الكبيرة اللي ذكرتها الآن. الفتاة التي تخرج الآن للاحتفال وهي متبرجة، ما خارجة من بيت مسلم وخارجة تحت أب وخارجة من إخوان وخارجة ومع ذلك تجد أن فعلى كل نحن محتاجين إلى أن نعزز مع الرقابة الإلهية مراقبة الله سبحانه والتربية على ذلك، أن نعزز فكرة قوامة البيت وراعي البيت. صحيح. لا بد من والله في نهاية المطاف أنا البنات هنالك مسؤولية على الأبوين، هنالك مسؤولية على الإخوان والأخوات فيما بينهم، بحيث والله البنت بحقها أن تبدي ملاحظات على إخوانها، الأخوان يبدوا ملاحظات أيضا على أخواتهم، بحيث والله الأسرة تتعاون فيما بينها على البر والتقوى. أضف إلى ذلك يمكن أن تكون هنالك أيضا عقوبات اجتماعية. يعني يمكن أن تكون عقوبات اجتماعية كما تفضلت الآن، مثلا عندما تقع الظاهرة الاجتماعية السيئة، أن بدل من أن يتم التساهل معها، لو أن هذه الفتاة قوطعت مثلا أو تم النظر إليها بأنها والله فعلا ارتكبت جرما يجب أن تعود منه وتتوب وكذا وتتحسن سلوكها، بعد ذلك يتم التعامل معها. لكن نحن لا نتساهل مع الموضوع، وبالتالي هذا التساهل يؤدي إلى أن يجر بنا إلى جريمة أخرى، وبعد فترة تتحول القضية هذه كلها إلى قضية طبيعية. ولذلك لم نحد هذا الموضوع من يعني مستمر منذ عشرات السنين. نعم. يعني ستروم نظام ستروم هذا نعم. موجود من عشرات السنين ولم يحد عن الفاحش أبدا. صحيح. للأسف. صحيح. نعم. صحيح. أيضا قضية الحجاب الشرعي شيخنا. لا، بالنسبة لموضوع كيف يمكن أن، أو دعنا نقول كيف حارب الإسلام أو وضع الإسلام الحواجز التي تحول دون الوصول إلى هذه المسألة. طيب. يعني الله سبحانه وتعالى أو الشريعة بشكل عام نعم. إذا حرمت شيء، هذه من حكمة الشريعة، حرمت كافة الطرق المؤدية إليه طبعا. بخلاف القوانين الوضعية. القوانين الوضعية أحيانا قد تحرم شيء ولكن لا تحول دون الوصول إليه بطرق عديدة. فالله سبحانه وتعالى عندما يحرم الزنا، كل طريق يؤدي إلى الزنا الله سبحانه. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى لاحظ ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، وهذه طبعا أبلغ من أن يقول لك لا تزني. صحيح. الزنا لما يقول لك والله لا تقترب، هو جعله حد، ويقول والله تلك حدود الله. تمام. حين يقول لك ولا تعتدوها، حين يقول لك ولا تقربوها. صحيح. فالزنا من الحدود التي لا تقرب وليس من الحدود التي تتجاوز، لأنه إذا أصلا وصلت إلى الحد انتهى الموضوع. مصيبة. فلا يقول لك لا تتجاوز، لا يقول لك لا تقترب. طيب كيف لا أقترب؟ ابتداء من النظر أنه مؤثر ومثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لك والله إنما لك الأولى وليست لك الثانية. تعالي لا تتبع النظرة. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. صحيح. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. مسألة المصافحة والملامسة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في امرأة أصلا في يد امرأة لا تحل، حتى في المبايعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح. فالذي يفتد أيضا قضية الخلوة،
لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. نعم. لا يبيتن رجل وامرأة إلا مع ذي محرم. يعني هذه كلها في سبيل الله. أيضا موضوع إياكم والدخول على النساء. نعم. قالوا أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. نعم. هذه إشكاليتنا الآن كثيرا ما تكون في الأقرباء، الله سواء كان أقرباء الزوجة ممن ليسوا محارمها أو أقرباء الزوج. قضية الدخول، الطلوع، مسألة الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، مسألة الجلباب، سفر المرأة، سفر المرأة بغير محرم. هذه كلها ضوابط وضعتها الشريعة في سبيل أن لا يكون هنالك مساحة لوقوع هذه المسألة اللي ما تترتب عليها من إشكالات كبيرة جدا. طيب حينما حرم الشارع الكريم الزنا، في المقابل هل شرع لنا شيئا؟ بطبيعة الحال، لأن هذه فطرة، ميل الرجل إلى المرأة هذه غريزة في الإنسان. الإسلام تعامل مع الغرائز بالتنظيم، لأنه لو فتحها فتتحول إلى حيوانية. الطعام منظم، الشراب منظم، جعل لك فيه حلال، جعل لك فيه حرام. حتى في الأكل والشراب عندنا قضايا محرمات وعندنا قضايا غير محرمة. في البيوع عندنا محرمات، عندنا محرمات. في العلاقات الجنسية أيضا عندنا ما هو مباح وشرعي، وعندنا ما هو محرم. فالمباح والشرعي هو الزواج. الله سبحانه وتعالى شرع لك الزواج بحيث والله تستطيع هذه الغريزة الجنسية التي ركبها الله في هذا الإنسان، وهذا الميل الفطري بين الرجل والمرأة عالجه الله سبحانه وتعالى بطريقة إيه؟ طيب جميل. حتى ينقلك، طبعا هنا ينقلك، لاحظ الآن كل الحيوانات تأتي الجنس لكن بلا نظام. الله المستعان. صحيح. أنت عندما تريد أن تخرج من دائرة الحيوانية إلى دائرة الإنسانية تدخل في التشريع وتدخل في الضبط وتدخل في التنظيم، ثم تتحمل تبعات الموقف. يعني هذه طيب. مسألة مهمة جدا في تبعات موقف العلاقة الجنسية. نعم. لا نريد أن نغلق الحلقة قبل أن نتكلم عن سيداو. نعم. سيداو هذا أنا أعتبرها هو المشروع الشيطاني العالمي. المشروع الإيماني والرحماني العالمي هو مشروع العفة، مشروع الطهر، مشروع العلاقات الجنسية المقننة المرتبة التي تتحمل التبعات وفي حدود الشريعة. موضوع سيداو للأسف الشديد هو عبارة عن الظاهرة الشيطانية العالمية لتعميم الفاحشة. ما المقصود منه؟ المقصود منه أن العلاقات الجنسية تكون متاحة ومشاعة ولا ينكر عليها. لا ينكر عليها، وأي تدخل، ومش لا ينكر عليها فقط، بل حتى العلاقات اللي نحن تكلمنا عنها في الفواحش الآن مش زنا فقط، هم ذهبوا الآن إلى أبعد من ذلك. يعني اللواط الذي كان ظاهرة عالمية مستنكرة إلى وقت قريب، يعني كل المجتمعات كانت مستنكرة هذه يعني عندما قال لوط عليه السلام ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني تاريخ هذه الظاهرة قريب ما بعد إبراهيم عليه السلام. البشرية من آدم عليه السلام إلى لوط عليه ما كانت تعرف حاجة اسمها إتيان الرجال للرجال. الآن انتشرت هذه، ويراد لها الآن خطورتها، يراد لها أن تقنن. والعياذ بالله. عندما تقنن هنا تتحول إلى جريمة ضد الإنسانية إنجاز التعبير. صحيح. يعني أنت الآن لا ترتكب جريمة فقط، لا، أنت تريد هذا السلوك الغير سوي، الغير طبيعي، الغير شرعي، الغير فطري، تريد أن تعطيه لباس إيه؟ لباسا شرعيا. وتأتي الآن للأسف الشديد وبكل بعض الدول الآن وصلت مرحلة إنه والله يحضر الاحتفالات بين الرجال والنساء. وبل الآن لاحظنا كيف أنه في حكومة بايدن من تبني هذه الفكرة ومن تدعم؟ هو للأسف الشديد الآن المنظومة الغربية بشكل عام تبنت هذا الموضوع ومررت هذا التشريع الآن في إطار لكن هنالك مقاومة بفضل الله سبحانه وتعالى حتى الآن من الأمم المسلمة. وحضرت أكثر من ورشة تقريبا هنا في تركيا متبنياها الجهات الأهلية والمنظمات المجتمعية، واحتمال كبير يمرر إن شاء الله مشروع إسلامي فيما يتعلق بقضايا، مشروع موازي لمشروع سيداو تتبناه الآن الدولة التركية باعتبارها الآن راعية لموضوع منظمة التعاون الإسلامي. فعلى كل هنالك بفضل الله سبحانه وتعالى مقاومة، وعلى الأمة المسلمة ومنظماتها وعلمائها وجماعاتها أن ترفض رفضا تاما. تصور أنت الآن للأسف الشديد لما يأتي وزير عدل مثلا في دولة مثل السودان ويريد أن يسابق في أنه لابد من التوقيع على موضوع سيداو. الدولة السودانية اللي كانت ما شاء الله يعني آخر حصن من الحصون اللي على الأقل مقاومة لموضوع العلاقات الغير شرعية بهذا الشكل، عندما يتحول الآن إلى أنه والله يوقع هذا الموضوع وتبدأ والله بعد كده الناس عاديين جدا، وإذا مسستهم تعتبر أنت ارتكبت جريمة. ثم يتحفظون للأسف الشديد على العلاقات الشرعية، ينكرون التعدد مثلا في الزواج ثم يتكلمون عن قضية العلاقات الشرعية. الله. نعم. أعزائي المشاهدين، انتهى بنا هذا البرنامج وهذا الوقت. أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، وكذلك للشيخ عبد العليم إدريس
من خارج الاستوديو، كما تقدم بالشكر الجزيل إليكم وعلى حسن متابعتكم، سائل الله تبارك وتعالى أن يتجدد اللقاء بكم أنتم على خير. وسوف نواصل هذا الموضوع إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يحفظ بيوتنا وأسرنا وبناتنا وأهلينا جميعا نحن وإياكم، أن يطهر بلادنا من هذه القاذورات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.